جينا لاخر المشاوير والكل هيضحك في الصوره. اهلا ومرحبا بكم وبرنامجكم برنامج مناره الثقافه الذي يتبنى قضيه الوعي للشعب المصري واهالينا المصريين. ويسعدنا ان احنا النهارده بنكون ضمن فعاليه برنامج بطل بيئي وتخريج الدفعه الرابعه ورؤيه مصر 2030. يسعدنا ان احنا يكون اللقاء هذا مع الدكتور هيثم سراج الدين رئيس مجلس امناء مؤسسه صواري للتنميه. اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا استاذ محمود، اهلا بالساده المشاهدين. دكتور هيثم، يعني بطل بيئي ده كلمه يعني كلمه بنحس انها بطل بيئي حاجه كبيره كده، يعني ضخمه. طبعا. تمام. انه هذا البطل، كل بطل له مواصفات وله امكانيات وله مزايا كبيره جدا قد تكون ان هي مش متوفره في حد تاني. صحيح. طيب، بالنسبة لهذه الفكرة كيف نشأت وكيف تم ولادتها؟ هو يعني اولا بدايه بطل بيئي برؤيه مصر كان 2030 ده ناتج من توجهات القياده السياسيه بعمل خطه للتنميه المستدامه منبثقه من الاهداف ال17 للامم المتحده، وبناء عليه مصر ابتدت تاخد خطوات في هذا المجال. من اهمها طبعا يعني رؤيه مصر 2030، وابتدينا نركز على بعض الاهداف المعينه من ضمنها بطل بيئي. وبطل بيئي بنتكلم يعني مش بس البيئه المناخ او كده زي ما البعض بيتخيل او البلاستيك، لا، بطل بيئي لكل البيئه المحيطه بينا. البيئه دي عباره عن الافراد، المجتمعات، الكيانات المتواجده، كل ما يخص البيئه وليس فقط التلوث او الهواء او الماء وهكذا. فبطل بيئي فكرتها ان كل واحد فينا المفروض يبقى بطل في محيطه، في اسرته. نبتدي كلنا ابطال، نعرف بعض في نطاق المعارف بتاعتنا او نطاق الدايره القريبه مننا ايه الواجبات اللي عليه تجاه البيئه وتجاه البلد عموما، عشان الاجيال القادمه اللي موجوده، عشان اولادنا وعشان احفادنا يبتدوا يلاقوا الموارد او كمان يعني ان لم تكن هي الموارد الموجوده تكون احسن كمان الموارد اللي موجوده عندهم. الاستدامه البيئيه، الاستدامه للموارد، كل واحد من الاجيال اللي جايه يجي يلاقي الموارد اللي موجوده عنده بل وافضل مما احنا عليه في الوضع الحالي. دي الرؤيه اللي موجوده بالنسبه ل 2030، وبناء عليه يعني جات الفكره ان احنا ننزل توعيه في هيئات حكوميه، في اماكن خاصه، في مؤسسات، في الجامعات، ما بين الطلاب، يعني مختلف الاعمار. تقريبا احنا عندنا الاعمار بتبدا من حوالي 14 سنه لحد 60 سنه، ويمكن اكتر كمان في بعض المتدربين فوق سن ال60. ومن كل الفئات المختلفه بتشارك، ذوي الهمم وكل الفئات تقريبا موجوده عندنا، والشيوخ وهكذا، عشان كلنا نعمل يعني تضافر مع بعض وتلاحم. لازم تعاون يعني في ظل الظروف الاقليميه اللي احنا بنشهدها حاليا وظل الازمات العالميه اللي بتحصل. فكان لازم لابد ان احنا نكون كلنا مجتمعين طبعا خلف القياده السياسيه ورؤيه وحيده وكتله مؤثره بنسميها، عشان نبتدي ان احنا ان شاء الله يكون في مستقبل افضل ويكون في تناغم ما بين فئات المجتمع كلها اللي موجوده.